حمزة من مدينة الصدر. أبو حمزة السلام عليكم. أبو حمزة. هذا محمد الله يسعدك. يا حياك الله، حياك الله أبو حمزة، تفضل. هذا محمد، أنا نعم. أبدأ أسولف للتاريخ. تفضل. أنا رجال أبو حمزة من مدينة بغداد من مدينة الصدر. يا حياك الله أبو حمزة. رجل أمني منتمي إلى دوائر الأمنية التابعة إلى نور المالك. نعم. اليوم بالتحديد الساعة 6:30 الصبح. نعم. أو بالأحرى قبل 6:30، الساعة تقريبا بال6:03. نعم. السيارات اللي تفخخت في موقع أمني تابع إلى نور المالك. وهاي السيارات اللي تفخخت كان يشرف عليها ضابط مخابرات تابع إلى قاسم سليماني. وكان في نفس الوقت أحمد بن نور المالكي يشرف عليها. نعم. والله وبالله نعم. وأسماء الله وبالحسين وبالعباس نعم. وموسى بن جعفر، أنا مسؤول أمام الله والدين. أنا رجال شيعي مو سني. نعم. الناس السنة أبرياء وما سووها السنة، لكن سوتها الزمرة العميلة التابعة إلى نور المالك. نعم. وأنا رجال من التيار الصدري، رجال شيعي ابن شيعي ابن شيعي. هذه أمانة للتاريخ، حتى لا يقولون القاعدة ولا يقولون البعثيين ولا يقولون السنة ولا يقولون غيرها. نعم. هذه شغلة بعيني وشفتها اليوم، وهذه بعد ما يمكن أن أصبر على روحي. نعم. من الصبح لي هسه أدق وأتصل بيكم. نعم. أريد بس أحصلكم، ما قدرت إلى هسه. والله يشهد علي ربي، قلت لك أمانة، يشهد علي أبو الحسن علي. نعم. اليوم اللي شفته بعيني من جماعة زمرة نور المالكي هي اللي فخخت. نعم. دعت سيارة وأنا قدرت أحمل سيارة واحدة اللي قدرت أصورها بالموبايل وطلعت. نعم. وهسه أنا خايف لا يعتقلوني أو لا يسوون بي شيء. يعني قادر على أن ترسل هذه الصور لنا يا أبو حمزة؟ والله إذا قدرت أدز لكم إياه إن شاء الله بأسرع وقت. طيب سؤال يا أبو حمزة. هذه مو إلك أستاذ محمد. نعم. خلي يفهمون العراقيين. نعم. خلي يفهمون العراقيين أنه هذا الرجل قاعد يسوي فتنة ما بين السنة والشيعة. نعم. وهذه بريء، لأن احنا سنة وشيعة خوان. لكن هسه هذا بدا يجبرنا انه يسوي شغلات الرمادي وغير الرمادي. نعم. لكن قلت لك اني والله خلي يسمع حسي ويعرف ابو حمزة. الناس اللي تعرف ابو حمزة تعرف ابو حمزة. نعم. لكن اني بالدائرة اللي اداوم بها اسمي مو ابو حمزة، احتكال الامانة. نعم. نعم. لان اني اذا عرفوني بالدائرة باكر مذبوح. نعم. هذه للتاريخ يا عراق، يا عراق اشهدوا بالله. هذه اليوم السيارات اشرف عليها احمد بن نور المالكي ومشهود ضابط مخابرات من جماعه قاسم سليمان. نعم. طيب ابو حمزه، هل ابلغت هذه المعلومات الى حلقه مقربه من التيار الصدري، احد من اقربائك مثلا؟ ابد من عندكم، من حيجيكم بس. نعم. من عندكم لكم، لان ما اقدر احكيها، يعني حقيقه ان بحكيها. طيب هذا الموقع الذي فخخت ثاني يوم لو يدبوني ارهاب ابو حمزه. نعم. يدبوني على القاعده لو انذبح ابو حمزه. يعني انا لا احظي هالمره لا تهديم ولا بنات. نعم. سؤالي ابو حمزه، هذا المكان الذي فخخت فيه السيارات اين يقع؟ اين هو؟ هذا مكان امني تابع الى نور المالكي بالتحديد. نعم. تابع الى قوات الخاصه من نور المالكي. نعم. يعني في اي مكان من بغداد، في اي منطقه؟ ابو استاذ محمد. نعم. انت عاقل استاذ محمد. نعم. انت عاقل. انا من اقعد احدد لك المكان، يعني حددت شخصي. نعم. على العموم انا انت تفهمني. نعم. انا رجل امني. نعم. انا من اقول لك مدينه الصدر، يعني حددت مدينه الصدر. نعم. من اقول لك في الشعله، يعني احدد الشعله ومنو بها الكوادر. نعم. احنا كادر معدودين. انا انت اقول لك تيار صدري، احنا جماعه التيار الصدري قليلين من هاي الدائره. نعم. لان هذه خاصه حزب الدعوه فقط. انا اشكرك يا ابو حمزه على الاتصال، شكرا لك على هذه المعلومات.